ابو ظبي مش ابو ظبي. ليش السبب؟ أولا شيخنا في عدة تصريحات وعدة معلومات. الشيخ عندك أنت معلومات عن التصريح الأول طبعا عندي علاقة بالإماراتية، نعرف ضاحي خلفان ونعرف النايب بتاعها، ونطلع بهم اتصال وطلبت منهم نخش في دبي. طبعا هم صرحوا قالوا احنا بعد ما نكمل من تونس نرجع ليبيا. قالوا لك أنت يعني؟ هذا بعد ما تم تقصد تمت مصر. هذيك لما كانت قبل ما تبدا مشكله الغنوشي والمشكله بتاع اللي خش فيها نقابه العمال بتاعهم هذيك الفتره قالوا احنا الان غير كملوا من تونس. بعتوا لك انت يعني؟ هذه ما نحن عندي واحد غالي يقولوا له الجدي مفلي قاعد معاهم غالي في دبي فحكى لي كل شيء. وطبعا شو قال لك؟ قال لي لجوء سياسي ما يقدروش يعطوا لجوء سياسي وتو مش فاضيين وتو هم الان مهتمين بتونس. واعتقد حتى لا في التلفزيون قالوا ما نعرفش لكن هم بعد تونس ليبيا هذا في برنامجهم. ومحمد اسماعيل اعطوه لجوء سياسي قاعد في ابو ظبي رسمي. الكلام هذا شيخ موضوع الامارات حكيت فيه باجمال وتفصيل الاخ محمد عبد الله. لا معلش فصلت لان كلام محمد اسماعيل جاب محمد بن زايد. محمد بن زايد صديق محمد اسماعيل. محمد بن زايد عنده موبايل خاص بالرؤساء والسيناتورز وشخصيات معينه واصدقاء خاصين. محمد اسماعيل عنده الرقم. انا ما عنديش محمد اسماعيل. خوي سيف في الزنتان من الزنتان يكلم في محمد اسماعيل وحتى لنا قال شوف محمد بن زايد محمد بن زايد. محمد بن زايد في رأس الفكرة أن ليبيا لابد نهدوا الأمور فترة هيك نظرية خلي الناس اللي كانوا نجحوا وضلوا كويسين نجيبوكم معاهم كذا، كانوا ما نجحوش نديروا برنامج ويرجع السيف على رأس لكن شيء بطريقة تعرف سيناريو معين. سيناريو مصري. ديمقراطية زي السيسي الجنوبي.